مشاهير أشباه مشاهير مش هتصدق هما مين. مصطفى فهمي، الفنان مصطفى فهمي أخو الفنان حسين فهمي الجان اللي سحر قلوب البنات في كل وقت وفي أي مكان. طلع عنده شبيه، ومش أي شبيه كده والسلام، ده الإعلامي علي جابر، واللي فعلا ممكن تتلخبط بينهم لأن عندهم نفس لون العيون ولون الشعر، ده نفس الشكل هو بس مجرد الاختلاف في لغتهم. يعني تخيلوا كده لو هما الاتنين قاعدين قدامك ومحدش فيهم اتكلم مش هتعرف تفرقهم عن بعض. مريهان حسين، فنانة مريهان حسين، واللي قدمت مجموعة من الأعمال المميزة وقدرت إنها تلون نفسها بكل شخصية قررت إنها تقدمها لجمهورها طلع عليها شبه من نجمات الأجانب، وهي النجمة كيم كارداشيان. والغريب إنهم شبه بعض جدا حتى في تاريخ الميلاد، فبرجهم هو برج العقرب. إنجي أبو زيد، الفنانة إنجي أبو زيد نسخة طبق الأصل من المطربة الأمريكية كاتي بيري، صاحبة أهم الألبومات الغنائية في أمريكا. الفنانة إنجي أبو زيد قدمت مجموعة من الأعمال الفنية المميزة زي تحت السيطرة وألف ليلة وليلة، بس الأكيد إنك لما تشوف صورة كاتي بيري جنبها أكيد مش هتعرف تفرقهم عن بعض. المصور أكرم العيسوي، عارف مثل الفولة واتقسمت نصين؟ أهو ده المعنى الحرفي للشبه بين المصور الأردني أكرم عيسوي والنجم الهندي شاروخان. جايز عدسته من كتر حبها في شاروخان نقلت ليه نفس ملامحه عشان يقدر يكون بالشكل القريب قوي منه ده، واللي فعلا هيخليك تتلخبط وتخبط كف على كف. ازاي اتنين شبه بعض قوي كده؟ هند صبري، الفنانة هند صبري صاحبة الأداء التمثيلي الأقرب للقلوب في كل الأعمال اللي قدمتها زي ملك وكتابة وعايزة اتجوز ورحلة البحث عن علا وحاجات تانية كتير ما بتخلصش لو قعدت أعدها لك. عندها مطربة أمريكية شبيهة ليها بدرجة كبيرة اسمها ديمي لوفاتو. زي بيضة ثروت، الفنانة زبيدة ثروت فتاة أحلام جيل الأبيض وأسود، صاحبة أجمل عيون قادرة إنها تسحرك وتوديك لأرض تحقيق الأمنيات. عندها شبيه وهي الممثلة الأمريكية جينيفر لورنس، بطلة سلسلة الأفلام الشهيرة هانجر جيمز. يعني أتحداك إنك لو بصيت في شكل عيونهم هما الاتنين هتقول هما فعلا أختين توأم، مش مجرد اتنين ما يعرفوش بعض، واحدة من الشرق والتانية من الغرب. ياسمين صبري، ياسمين هي بنت جميلة ورقية مفيش اختلاف على كده أكيد، وصاحبة رحلة ودراسة تستحق التأمل، ولكنها دايما متهمة بتقليد جورجينا رودريجز حبيبة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو. بس هل ده يا ترى بسبب الشبه الكبير بين ملامحهم ولا القرب الستايل مش أكتر؟ أما بقى عن شبيهتها التانية فهي الممثلة نادين نجيم. ناس كتير بتقول إنهم فولة واتقسمت نصين، وده مش بفعل جمالهم الطبيعي، لأ ده بفعل عمليات التجميل. هما بيقولوا إن شكلهم راحوا لنفس دكتور التجميل عشان كده بقوا شبه بعض للدرجة دي. بس لو جينا ركزنا نلاحظ إن الشبه مش بس في شكل الملامح، لأ ده في نظرة العيون ولون الجلد وكمان طريقة الكلام. نانسي عجرم، نانسي صاحبة الصوت الملائكي والعيون الساحرة، الفنانة اللبنانية فتاة أحلام الشباب في مختلف الأعمار، وده بعد عمليات التجميل اللي خضعت ليها حسب تصريحاتها. عندها شبيهة مصرية وهي الفنانة مها سامي. بس أنا عايزة أعرف رأيكم إيه؟ هل المصري يكسب ولا اللبناني يخطف؟ أيتن عامر، الفنانة أيتن عامر أخت الفنانة وفاء عامر، صاحبة أخف دم وألذ صوت ممكن تسمعه، فنانة متخرجة من مدرسة التلقائية اللي على حق. وبجد عندها مطربة أمريكية شبهها بدرجة كبيرة جدا، لدرجة أنت ممكن تقول إزاي ممكن الاتنين يبقوا شبه بعض كده رغم إن هي في الشرق والتانية في الغرب. المطربة دي هي المطربة لورين جورجي. وبعد ما حكيت لكم عن أشهر المشاهير أشباه المشاهير، يا ترى مين اتفاجئتوا بالشبه بينهم؟ كنت أنا معاكم أروى سامح من فانز كلاب. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو وسبسكرايب، تكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت.